وداخل سجن تكساس خالف مسجون كل قواعد السجن الصارمة وخلى الحراس زي الأطفال، وده كله لأنه راجل عبقري وذكي علشان قدر يهرب مش مرة واحدة ولا مرتين، لا دول 4 مرات وكلهم ورا بعض، وده كله كان في أقل من 5 سنين، وكل مرة كان بيهرب فيها كانت بتبقى أصعب من الأولى وتكاد تكون مستحيلة، ولكن المرة الأخيرة على وجه الخصوص تجاوز الحدود ونقل القصة كلها لمستوى تاني خالص. وكتب الأحداث الغريبة اللي موجودة في القصة الناس فاكراها إنها مش حقيقية وفاكرين إن هو سيناريو الفيلم مجنون، فالنهاردة قصتنا هتجمع ما بين الإثارة والأكشن، فحضر بقى نفسك لاستقبال جرعة كبيرة من المتعة والتشويق مع مشروبك اللذيذ اللي بتحبه. وآسف بقى على نبحة صوتي عشان عندي شوية برد، فاستحملوني على قد ما تقدروا النهاردة، ويلا بينا نبدأ. القصة بدأت في أول التسعينات مع شخص اسمه ستيفن جي راسل. في الوقت ده كان ستيفن ما عندهوش أي سجل إجرامي، وكان شغال محاسب في شركة تأمينات وعايش حياته بدون أي مشاكل، لحد ما جاله يوم من الأيام وطرده مديره من الشركة. ساعتها حياة ستيفن أخدت منحنى درامي، والحادث ده غير وجهة نظر ستيفن للحياة تماما، لأن شغله كان بالنسبة ليه كل حاجة، لأنه كان معظم الوقت شغال وكان بيحب شغله جدا. وتحول ستيفن الشخص المسالم المنضبط اللي بيلتزم بالقوانين لشخص قلبه أسود واتملى بالكراهية والغضب من ناحية النظام اللي طرده في يوم من الأيام. وده حول فكر ستيفن للأبد، وابتدى انه ياخد باله من حاجات ما كانش يعرفها، وهو ذكائه المفرط في التعامل مع الناس، وان عنده امكانية انه يقنع اي شخص بانه حد كويس جدا ويقدر يثق فيه. فقرر استخدام الذكاء ده بكل مكر للأسف في النصب والاحتيال. وابتدى ستيفن الأول في عمليات نصب صغيرة اللي كان بيستهدف فيها شركات التأمين، بأنه كان يعمل بالعربية حوادث بالقصد علشان ياخد من شركة التأمين التعويض، وفعلا كانت ماشية معاه حلاوة. ولكن في سنة 1992 راقبته الشرطة بعد ما قدرت تكشف عمليات النصب بتاعته، وفي عملية منهم تم القبض عليه، وبعد اعتقاله اتحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور بتهمة الاحتيال المكشوف. ولكن ستيفن ما كانش عنده أي نية إن هو ينفذ الحكم بالكامل ويتسجن لمدة 6 شهور، فبدأ على طول إن هو يخطط لهروبه علشان كان عايز يهرب في أول شهر من حبسه. وفي خلال الشهر ده ستيفن ما كانش بيعمل أي حاجة خالص غير إن هو كان بيراقب كل تحركات الحراس والعمال اللي موجودة في السجن. وخرج ستيفن من السجن وطلع للحرية من تاني. والخلل اللي قدر يستغله ستيفن انه كان بيجي عمال مدنيين جوه السجن، وما كانوش بيجوا باستمرار، كانت من فتره للتانيه، وكان شغلهم الصيانه داخل السجن ويمشوا على طول، وبعد ما بيخلصوا شغلهم بيخرجوا بره مبنى السجن ويطلعوا بره، فكان لازم يعدوا الاول على الحراس اللي واقفين على البوابه، فبيخبطوا على الباب الازاز بتاعهم فبيفتحوا لهم باب المبنى فيخرجوا بره المبنى، ومنها على طول يخرجوا من باب السجن. ودي كانت خروج ودخول العمال داخل السجن بكل بساطه. ولكن ستيفن اخد باله ان الحراس ما بتفتحش للعمال بكل سهوله الا بسبب لبسهم المدني اللي بيميزهم طبعا عن كل اللي موجودين في السجن. واتفق ستيفن مع واحد منهم بانه يهرب ليه لبس مدني، وابن الذين كانوا كل لما يجوا يشتغلوا جوه السجن كان بيندمج معاهم وهو لابس اللبس المدني، لحد ما في يوم من الايام وهم خارجين خرج وطلع معاهم وخبط على الباب الازاز بكل ثقه ومن غير ما يتهز. بصله الحارس فراح شاور له بالفتح، ففتح الحارس فعلا الباب لستيفن، وخرج ستيفن من السجن وطلع للحريه من تاني. وبعد الهروب الجريء ده اللي هيعمله ستيفن مش هيكون غريب علينا، انه هيزور هويه ليه جديده بعد ما انتقل لولايه فلوريدا. وعدى على هروب ستيفن سنتين، من سنه 1992 لسنه 1994، وكان شغال في عمليات سرقه جريئه جدا، وهو انه يزور فحص التأمينات، واتحاصر في عملية من العمليات واتقبض عليه من تاني، واكتشفوا هويته الحقيقية واتحاسب على الهروب الأول بتزوير هويته، وكمان على تزوير وثائق التأمين، واتحاكم في هيوستن بولاية تكساس. والمرة دي ستيفن عقد النية انه يتحرر من السجن نهائيا، لانه قرر انه يقضي العقوبة بالكامل في السجن، خاصة وان اللي باقي من عقوبته اقل من سنة. وبعد ما انتهت العقوبة على خير خرج ستيفن من السجن، وفعلا ابتدى يعيش في سلام بعيد عن اي مشاكل، واشتغل بالفعل عامل متواضع في محل بقالة. ولكن مرتب الوظيفة ما يرويش عطش ستيفن اللي بيحلم بعيشة أفضل من دي بكتير، لأن ستيفن كان راسم إنه هيعيش في رفاهية وثراء وغنى، وشايف إن الوظيفة مش هتأديله ده كله. لذلك عاد ستيفن تفكيره ورسم ستيفن لنفسه طريق جديد، وهو إنه يتحرر ماليا ويرجع تاني للنصب، ولكن على كبير، ويسيبه بقى من العمليات الصغيرة دي، وزي ما قالوا ضربة بالمطرقة ولا 10 بالشاكوش. وبعد فترة مش طويلة
جه لستيفن فرصة على طبق من ذهب، كان اعلان في جريدة لفت نظره. بس قبل ما اقول لك على الاعلان اللي لفت نظر ستيفن، خلينا افكركم بحاجة عن ستيفن، ان عنده قدرة ومهارة كبيرة جدا في اقناع اي شخص باللي هو عايزه وباللي عايز يوصله له. والاعلان ده كان ليه علاقة جدا بشخصيته المقنعة، وهو انه لقى الاعلان عن وظيفة مدير مالي في واحدة من اكبر شركات التأمين الصحي اللي موجودة في امريكا. ولكن مشكلة كبيرة جدا عند ستيفن، وهو انه ما عندهوش اي مؤهلات او خبرة في مجال ادارة الاموال. ولكن ستيفن ما اعتبرهاش مشكلة، وبدأ على طول في اول خطوة ليه، وهي تزوير سيرته الذاتية، وحط فيها مؤهلات عليا من اللي قلبك يحبها، اللي تخلي اي شركة تتمسك بيه وتقول له ارجوك ما تسيبناش، احنا ما نقدرش نعيش من غيرك. وخبرات بقى سابقة في شركات كبيرة وحاجات من دي كتير. ودي كانت الخطوة الاولى. في الخطوة الثانية ستيفن كان لا يفقه شيء في الإدارة المالية ولا القوائم المالية ولا أي معالجة حسابية من الأساس. وطبعا مفيش مشكلة برضه عند ستيفن، الباشا راح اشترى كتب حسابية واشترى الجرايد اللي بتتكلم عن المال. وشهادة لله ستيفن كان ذكي جدا وعنده سرعة قوية جدا في الاستيعاب، بالرغم انه ما حصلش على اي مؤهلات. وبسرعة ستيفن بقى عنده معرفة المصطلحات والقوائم المالية، وبقى جاهز بالمقابلة. ولما وصل المقابلة الموظفين كانت بتعامله على انه علامة من كمية المؤهلات اللي حاططها في السي في بتاعه، وكأنه هو اللي كان بيعمل لهم مقابلة. وقدر يقنعهم بكل سهولة ان هو الشخص المناسب للوظيفة دي، وانكم هتخسروا كتير لو سبتكم. وعلى طول بعد ما خلصت المقابلة طلبوا من ستيفن ارقام تليفونات الشركات اللي اشتغل فيها قبل كده، علشان يسألوا عن ادائه وانضباطه والكلام ده. اوبا كده وقع ستيفن. اكيد ستيفن كان عامل حسابه، علشان ادالهم ارقام شرايح هو مشتريها وعامل ليها تحويل على تليفونه الشخصي، فلما يتصلوا باي شركة تتحول على تليفونه ويرد عليهم هو. ورد ستيفن بمهارة وثقة، وهو متقمص دور كل مدير شركة هم اتصلوا بيه، وكان بيغير الاصوات واللهجة والشخصيات في كل محادثة، وكان بيدي كمان لنفسه اوسمة ويشكر في نفسه جدا، ويثبت عندهم الاقتناع ان هو ده الشخص المطلوب اللي مفيش غنى عنه ومفيش منه اتنين. واتكيفوا جدا في ردود الشركات عن ستيفن، اللي هو ستيفن في الاساس اللي حركهم زي قطع الشطرنج. وبعد كل الاجراءات خلاص قرروا ان هم يوظفوا ستيفن في وظيفة المدير المالي للشركة. وبعد فترة مش طويلة من تعيينه قدر يوصل ستيفن لمركز القوة والنفوذ داخل الشركة. وتدخله في المكان اللي فيه نفوذ في الشركة ده كان تمهيد لتنفيذ خطته. وفي يوم من الايام راح ستيفن للبنك علشان يسدد ستيفن كل التمويل اللي اشترى بيه بيته، علشان يقلل من الفايدة. واثناء ما هو قاعد مع موظف البنك لاحظ موظف البنك المبالغ الكبيرة اللي بتمر من حساب ستيفن. وفكرة موظف البنك عن ستيفن ان هو عميل في البنك، تاريخه بيقول انه ما بيمتلكش كل المبالغ دي. وسأل نفسه موظف البنك، شخص زي ستيفن ده بيجيله منين كل الفلوس دي؟ وعلى طول دخل على السيستم علشان يفهم مسار الفلوس دي ايه وازاي بتمر من حساب ستيفن. ووصل في النهاية ان مدخل الفلوس دي في الاساس من الرعاية الصحية، يعني اكيد من الشركة اللي شغال فيها ستيفن. وعلى طول بلغ البنك شركة التأمين الصحي اللي شغال فيها ستيفن. واول ما عرف المدير التنفيذي للشركة بالخبر جمع كل المديرين التنفيذيين وبحثوا في كل السجلات المالية للشركة. وهنا اكتشفوا التحويلات المشبوهة اللي عملها ستيفن، وعملوا لجنة تحقيق سرية وعرفوا عنه كل حاجة، اصله وفصله، وانه كان مجرم قبل كده. ولحد دلوقتي هو خارج من السجن باطلاق سراح مشروط، يعني خارج قبل ميعاده من السجن تحت شرط ان لمدة 3 سنين لو عمل اي حاجة مخلة بالقانون هيتعاقب عليها بالضعف وبدون رحمة. وانتشر الخبر كالنار في الهشيم، ووصل الخبر للمدعي العام. وقبل ما يطلق المدعي العام اي اوامر ستيفن حس بالخطر وهرب على طول بدون تردد، وقدر يسحب 40,000 دولار من اكتر من مكنة صرف آلي. ودي اول حاجة فكر فيها ستيفن قبل ما تتجمد حساباته. ولكن ستيفن المجنون قرر قرار غلط جدا، وهو انه يروح لبيته وياخد الفلوس والحاجات الغالية اللي فيه. وده كان شيء من الغباء بصراحة، لكن الشرطة كانت مسابقة بخطوة، وكانوا قاعدين بيراقبوا بيته ومستنيينه بفارغ الصبر. واول ما وصل ستيفن على عتبة باب بيته لقى الشرطة كلها فوق راسه وقبضت عليه، ولقى نفسه ستيفن في السجن من تاني. والمرة دي اتحكم عليه بكفالة الإفراج المشروط، لكن المبلغ كان غالي جدا لأنه كان 950,000 دولار. وأكيد طبعا مش هيقدر ستيفن إنه يدفع كل المبلغ ده، بالذات بعد تجميد حساباته في البنوك. وللأسف ما قدرش ستيفن إنه يتقبل مصيره، وما كانش عنده أي نية إنه يفضل في السجن. وفي أول شهرين من اعتقاله بدأ في تنفيذ أجرأ خطة هروب فريدة من نوعها.
محدش فعلا عملها قبل كده، وفعلا اللي يعمل اللي هيعمله ستيفن ده لازم يكون شخص واثق من نفسه جدا، لان ستيفن اتصل من تليفون السجن اللي هو فيه بالمقاطعة اللي كان مسجون فيها قبل كده، وتقمص شخصية القاضي تشارلز هام، القاضي اللي كان ماسك القضية اللي فاتت وخرج منها ببراءة مشروطة، وابن الذين لعب الدور صح جدا وما توترش ولا تلجلج للحظة حتى، لدرجة ان الموظفة اللي بتكلمه ما قدرتش تكذب كلامه اللي هو بالنسبة لها غير منطقي تماما، وألف قصة ولا في الافلام. قال لها ان عنده سجين هو دلوقتي في السجن واسمه ستيفن راسل، وقال لها ان عملنا ليه التماس وعدنا النظر في الكفالة المشروطة بتاعته اللي هي 950 ألف دولار، وقررنا ان احنا نخفضها ل 45 ألف دولار. وابتدى كده يضعف تكذيب الموظفة اللي بتسمعه من ستيفن، وده طبعا بفضل ثقته التي لا تتزعزع. المهم ان في النهاية راحت الموظفة بكل اطمئنان وعدلت مبلغ الكفالة اللي هتخرج ستيفن من السجن، وعدلتها ل 45 ألف دولار. وبقى كده بيواجه ستيفن دلوقتي سباق مع الزمن، انه لازم يجهز 45 ألف دولار اللي هم بتوع الكفالة المشروطة في اسرع وقت، والمشكلة انه لازم يتحرك وبسرعة كمان قبل ما حد يقدر يلاحظ الخطة اللي بينفذها ستيفن. عمل ايه بقى عمنا ستيفن؟ كان من ضمن خطته انه هو كان محضر شركات التمويل اللي بتدفع كفالات المساجين، ولكن للاسف كان لازم ينطبق عليه شروط معينة، وبرغم ان ولا شرط بينطبق على ستيفن الا ان ستيفن قدر يقنع واحدة من الشركات دي انها تدفع له الكفالة، لدرجة انه اقنع الموظف الموجود في الشركة انه يجيله ويدفع الكفالة ويخرجه من السجن. اما بعد هروبه ب5 ايام السلطات في مقاطعة هاريس في ولاية تكساس اكتشفوا خدعة ستيفن وقرروا انهم يراقبوه، وعملوا لستة كاملة بقرايب ستيفن وابتدوا انهم يراقبوا كل تليفوناتهم. وفعلا المحققين قدروا ان هم يحددوا موقع ستيفن، وده كان من خلال مكالمة مع حد من قرايبه، واثناء مكالمة ستيفن ذكر ان هو سافر لفلوريدا، وابتدى المحققين ان هم يحطوا خطة ويضيقوا نطاق البحث عنه لحد ما قدروا يحددوا تحديدا مكان اقامته. والرايق دلوقتي قاعد في فندق على الشاطئ في ويست بالم بيتش. وفي لحظة اتفاجئ ستيفن انه لقى نفسه مقبوض عليه للمرة الثالثة، واتحكم عليه المرة دي ب40 سنة سجن تهمة الاختلاس وهروبه من السجن. كان ممكن ان ستيفن ياخد حكم اقل من كده، لكن ستيفن اعترف بذنبه وقبل الحكم بدون استئناف، حتى ان المدعي العام استغرب لما لقى ستيفن قبل الحكم بسرعه وبدون مشاكل، لان الحكم كان شايفه القاضي شديد وقاسي شويه. وطبعا عدم اعتراض ستيفن عن الحكم ده احنا عارفينه، وعارف قبل ما يتحاكم ان هو هيهرب كده كده، فليه بقى الاستئناف ووجع القلب وانا عارف ان انا ههرب كده كده مهما كانت الظروف. والمره دي ما رجعوهوش على سجن مقاطعه هاريس، المره دي نقلوه لسجن شديد الحراسه جدا في تكساس. ده اكدوا على سلطات السجن انهم ياخدوا بالهم من ستيفن جدا ومن طرق الماكره اللي بيستخدمها في الهروب، ولكن الحراس استبعدت ان هو يقدر يهرب، لان هم متاكدين من تاريخ السجن اللي هم شغالين فيه انه لم يخترق ابدا قبل كده، لان اي سجين موجود فيه بيتراقب طول الوقت، فكانوا متاكدين ان كل حاجه تحت السيطره. اما بقى على الجانب الثاني كان ستيفن بيراقب كل حراس السجن وبيعمل خطه الهروب الجديده، وستيفن اخد باله ان في جناح طبي موجود جوه السجن، وكل الدكاتره اللي فيه لابسين يا اما اخضر او ازرق، ففكر ازاي هيحول لبس السجن بتاعه اللي باللون الابيض للون الاخضر. واخيرا بعد ما انتهى من المهمه الصعبه دي قرر انه ينفذ خطته في فجر يوم الجمعه يوم 13 ديسمبر في سنه 1996. غير لبسه باللبس اللي صبغه للون الاخضر، وبعد كده لبس فوق منها لبسه الابيض بتاع السجن ودخل فطر الاول. وبعد الفطار كان ستيفن مجهز كل حاجه، المكان اللي هيقف يقلع فيه لبس السجن الابيض من غير ما الكاميرات تشوفه، ودلوقتي خلاص بقى لابس اللبس الاخضر اللي بيشبه بشكل كبير لبس دكاتره السجن، ومشي كده بكل ثقه ناحيه اوضه الحراس. وستيفن كان بيراقب المنطقه دي من فتره طويله، ولاحظ ان الحراس كل يوم الصبح بتتكلم في التليفون ومش بتهتم بالكاميرات. وبكل ثقه ستيفن قرب من اوضه الحراس ورمى السلام عليهم من ورا الازاز، وبسبب ثقته في نفسه والعدم تردده في لحظه سريعه داست الحراس على الزرار واتفتح باب السجن ليه، وخرج ستيفن بره السجن. وكده ستيفن بقى حر للمره الثالثه. هو المره الثالثه دي ولا الرابعه؟ مش عارف هو دي المره الثالثه ولا الرابعه من كتر ما هو بيهرب. المهم شوفوا بقى ازاي قدر يبعد بعيد عن السجن بسرعه. ستيفن ما كانش قدامه وقت طويل علشان يقدر يهرب بعيد عن محيط السجن، لانه محتاج انه يهرب قبل ما تكتشف الحراس هروبه، واستخدم للمره ال50 طريقته المجنونه في الاقناع. خبط على بيت من اللي موجودين على الطريق، ولما فتح ليه صاحب البيت
قال له انه طبيب وشغال في السجن ومحتاج توصيله بسرعه لبيته لاني شربت كحول كتير وخبطت عربيتي وانا مش عاوز سلطات السجن تعرف باللي حصل. ووافق الراجل على انه يوصل ستيفن لاقرب بلد جنبهم، واول ما وصل اخد عربيه اجره تانية وقال للراجل سواق التاكس ان هو دكتور جراح في مركز تكساس الطبي في هيوستن وان هم استدعوه لحاله حرجه جدا. وسواق التاكس سمع كده ووصله للمركز الطبي باقصى سرعه، ولما وصل قال للسواق استناني هنا هجيب لك فلوس من جوه واجيلك على طول. ومشي ستيفن والسواق ما شافش وشه تاني، ونجح ستيفن للهروب من السجن للمره الثالثه، وده خلى سلطات السجن في موقف يحسدوا عليه لانه قبل كده كان قدر ينصب عليهم ويقلل من مبلغ الكفاله المشروطه وقدر يبين سذاجتهم، وده خلاهم مستحلفين ليه المره دي. وكمان استعانوا بعميل خاص وبعتوه ليه وكان اسمه تيري كابس. تيري كان قائد عمليات خاصه ووحدته هي اداره السجن اللي هرب منه ستيفن، فكان هروب ستيفن للمره الثالثه اهانه حقيقيه ليهم. فكان تيري مصمم انه يرجع سمعه منظمته ويقبض على ستيفن من تاني، فكان عارف مهارات ستيفن في الاقناع والثقه والمكر اللي بيحتال بيهم على الناس. ولان تيري عارف ان قبضه على ستيفن مش هتكون مهمه سهله، عين تيري فريق عمل متخصص كان كل تركيزه هو القبض على ستيفن، وابتدوا في البحث الاولي وده وداهم لبلد قريبه من السجن اسمها هانزفال. ولكن ستيفن كان بعيد خالص عن المنطقه دي لانه اخد تاكسي وراح على هيوستن وخرج بره ولايه تكساس بالكامل، وراح ساعتها لولايه ميسيسيبي، ومن هناك شق طريقه لمدينه بايلوكس. ده علشان كان عنده فرصه كبيره ان هو يلعب قمار علشان يقدر ان هو يوفر لنفسه فلوس. وعلى الناحيه التانيه تيري وفريقه كان بيراقبوا ستيفن صبح وليل، وقدروا ان هم يحددوا مكانه فين بالظبط، وهو انه في بايلوكس ميسيسيبي. وعلى طول اتصل تيري بعمده المدينه وبعت له صوره لستيفن. والحاجه اللي تضحك بقى في القبض على ستيفن المره دي هو حظه السيء، لان دونا عن سكان بايلوكس كلهم بيتقابل ستيفن مع عمده المدينه وش لوش، ويكون عن طريق الصدفه ويكون معاه صورته. الراجل فعلا ملحقش ان هو يطارده، الصبح جاله الصوره وبالليل جاله صاحبها. وللمره الثالثه بيتقبض على ستيفن وسلموه للاداره الجنائيه في تكساس علشان يقضي عقوبته من تاني مع اضافه حكم بسيط 5 سنين تأديبي. يعني كده ستيفن محتاج انه يتسجن 45 سنه، والاصعب ان مفيش امكانيه للافراج المشروط قبل 11 سنه وده على الاقل. وطبعا ستيفن ولا فارق معاه كل الاحكام دي لانه عنده يقين انه هيخطط لطريقه جديده للهروب. وطبعا بعد عمليات الهروب اللي فاتت خلت العين كلها عليه وبقى متراقب بشكل مستمر، ومن كتر الاجراءات الامنيه اللي موجوده عليه تخليك تقول ان من المستحيل انه يقدر يهرب المره دي. ولكن احب اطمنك يا عزيزي ان مفيش حاجه بتقف قدام ستيفن، وهيعمل خطه هروب فريده من نوعها، بس للاسف ان هي هتحتاج مجهود كبير جدا مش زي عمليات الهروب اللي فاتت مجرد ثقه بالنفس وبس. الخطه دي وصل ليها ستيفن بعد ما درس في شروط الافراج المشروط ووصل فيها لثغره بسيطه جدا، وطبعا قرر ان هو يستغلها، وهي حالة خاصة بيدي الحق للسجين اللي بيعاني من أي أمراض مزمنة إن هو يقدر يحصل على الإفراج المشروط. وقرر ستيفن تنفيذ الخطة انه يقنع الفريق الطبي من قبلهم سلطات السجن بانه عنده مرض الايدز، وكلنا عارفين بجد علشان يقنعهم بده محتاج مجهود جبار جدا وحاجات يضطر إنه يعملها. وأول حاجة كان محتاج يعملها إن هو يجوع نفسه لأكتر من شهر، وبعد كام شهر اضطر إن هو يجبر نفسه على التقيؤ، وده عرض من أعراض مرض الإيدز. أنا مش عارف إزاي إن هو كان بيقدر يقنع أشخاص كتيرة إنها تساعده بغض النظر عن نوعية المساعدة، لأنه بجد قدر يقنع طبيب السجن إنه يعمل له تشخيص ويزور في الأشعة والتحاليل ويحط التشخيص بتاعه إنه مريض بمرض الإيدز. وبكده خلاص انتشر خبر مرض ستيفن بالإيدز وبقى مبين أعراضه عليه، ده غير بقى تشخيص الدكاترة اللي بيأكدوا إن ستيفن عنده الإيدز. والباشا فضل محجوز في المستشفى لمدة 8 شهور وهو كان طريح الفراش. والغريب في الموضوع ان حالة ستيفن كان بيجي ليها دكاترة كتير من الخارج وما فكرش واحد فيهم ان يعيد ليه الفحص علشان يعرف ان الفحص الاولاني مزور. وبكده حقق ستيفن هدفه في المرحلة الأولى من الخطة. أما بقى المرحلة التانية من الخطة هو إزاي إنه يقنعهم بإنه مريض بالإيدز وإنه خلاص في المرحلة الأخيرة ومحتاج دايما إنه يكون في غيبوبة. فالخطوة اللي جاية على ستيفن هي الأصعب والأخطر في الخطة كلها، لأن في المرحلة دي ستيفن كان مطلوب منه إنه يقنع الكل إنه في ذروة المرض وإنه وصل لمرحلة الاحتضار، فكان لازم يعمل حاجة مجنونة شوية. جمع ستيفن كل المهدئات اللي مدينها له الدكاترة علشان ياخدها على جرعات، وزود كمان عليهم جرعات زيادة، والمجنون أخدهم كلهم مرة واحدة ففقد الوعي ودخل في غيبوبة لمدة 4 أيام متواصلة، لدرجة إن دكاترة السجن اقتنعوا إن حياة ستيفن مجرد تحصيل حاصل وخلاص مش هيعدي عليه أيام قليلة إلا وهيكون ميت. وأخيرا وافقوا على إطلاق سراحه المشروط ودخلوه مركز رعاية خارجية في مدينة كيري في ولاية تكساس. ولكن ستيفن المرة دي كان مقرر قرار تاني خالص،
لان سلطات السجن لو اكتشفت ان ستيفن سليم وما ماتش يبقى هو كده كان بيضحك عليهم وهيجيبوه هيفحصوا عليه وهيعرفوا ان هو ما جالهوش الايدز اصلا. فستيفن قرر قرار مجنون وهو انه يطلع بره دايره الهروب تماما. ففكر فكره مجنونه انه قرر انه يعلن وفاته. فكره ستيفن فعلا كانت عبقريه. اتصل بسلطات السجن والمسؤولين في مركز الرعايه وهو متقمص شخصيه دكتور اسمه ادم روس، وقال لهم انه متخصص في مرض الايدز وانه ابتكر علاج للايدز تحت التجربه، وكان محتاج نزيل من السجن يكون في حاله متاخره من المرض، وطبعا مفيش حاله هتكون مناسبه زي حاله ستيفن. ووافقت سلطات السجن وكمان المسؤولين في المركز الطبي، ورتب ستيفن خطه لتسليم نفسه للدكتور ادم اللي هو مكتشف علاج الايدز علشان يخرجوا بره المركز الطبي وكمان ياخدوا على البيت. وفي فكره غير متوقعه من ستيفن، زور شهاده وفاه باسمه ووقعها باسم الدكتور ادم روس، وبعت نسخه لمركز الرعايه ونسخه تانية للسجن للضابط المسؤول عن الافراج المشروط بتاع ستيفن. وبالفكره الجهنميه دي مفيش حد من السلطات تاني هيدور تاني على ستيفن. وكده نجح ستيفن في الهروب من السجن للمرة الرابعة بطريقة محدش فكر فيها قبل كده، والمرة دي كمان خلاص حر من غير هروب. المهم بعد كام اسبوع ابتدى ستيفن يرجع لطبيعته ونشاطه العادي بعد ما خرج من جسمه كل كمية الادوية اللي اخدها اللي كان قاصد ان هي تخليه دايما مريض. وعلى عكس التوقعات، بدل ما يبدأ ستيفن حياة جديدة وكأنه اتولد من جديد، للأسف رجع تاني لعادته القديمة واشتغل في النصب. والمرة دي زور بطاقة هوية ليه إنه محامي، واستخدم ستيفن ذكائه في النصب من تاني، ودخل على مطبعه وطلب منه إنه يطبع عليه كارنيه زي كارنيه المحامين. وبرغم استغراب صاحب المطبعة من طلب ستيفن وافق على طلبه، ومشي ستيفن وساب صاحب المطبعة وهو حاسس انه بيعمل حاجة غلط وداخل في قلبه الشك. فقرر انه يبلغ الشرطة، واتصل على طول بالشرطة المحلية في هيوستن وقال للضابط على اللي حصل بالظبط، وبعت له نسخة من الكارنيه اللي عمله عليها صورة ستيفن. ولما شاف الضابط الصورة اتفاجئ من وجود ستيفن بره السجن، واتصل على طول بالمحقق تيري اللي كان مسؤول عن القبض على ستيفن في هروبه اللي فات. واتفاجئ تيري لما سمع الخبر ده لانه كان فاهم ان ستيفن كان بيقضي مدة عقوبته ال 45 سنة اللي اتحكم عليه بيهم. فراح اتصل تيري على طول بالسجن وسألهم عن ستيفن، فردوا عليه انه من سنة تقريبا تم تشخيص اصابة ستيفن بالايدز وان حالته سيئة جدا، واتقبل باطلاق سراحه المشروط بعد سنة من حبسه. وقالوا له كمان انه بعد ما خرج من السجن مات بسبب معاناته مع المرض. تيري كان بيسمع الكلام ومش مصدق ان ستيفن بالدرجة دي من الاحتيال، وانه قدر يقنعهم بمرضه وبوفاته كمان. فقرر تيري بسرعة بتجميع فريق جديد علشان يراقبوا ستيفن ويقبضوا عليه. وما عداش اسابيع قليلة من تزوير ستيفن لوفاته، راح ستيفن المجنون لبنك ويدلس وبيقنعهم انه مليونير، وقال عايز قرض ب 75,000 دولار. لكن نائب رئيس البنك شكك فيه طبعا من غير ما يحسس ستيفن، وقال له ماشي بس هستأذنك بس تنتظرني شوية. ودخل مدير البنك واتصل بمكتب التحقيقات الفيدرالي وبلغ عن ستيفن ده داهية، لانه اول ما حس ان في حاجه غلط بتحصل خلى كل اللي في البنك يجري عليه، لانه عمل نفسه ان جاله سكته دماغيه وطلبوا ليه الاسعاف. ومشي ستيفن من البنك بسرعه، ولكن لما خدوه عبال ما كانوا بيعملوا التقرير الطبي حطوا ستيفن في غرفه وعليها حراس لحد ما يحضر اي حد من مكتب التحقيقات الفيدراليه علشان يحققوا معاه. ولكن ستيفن مش بالسهوله دي ان هو يقع، بنفس الطريقه القديمه وبنفس حركاته وثقته في نفسه وهو من جوه الغرفه وعلى السرير كمان. اتصل باداره المستشفى واتظاهر بانه عميل من مكتب التحقيقات الفيدراليه، وبلغهم بانه بعد التحقيق مع ستيفن ما بقاش فيه اي شبهه عليه وخلاص ما بقناش محتاجينه في حاجه وممكن تمشوه. وبالفعل تم اطلاق سراح ستيفن من المستشفى. شخصيه غريبه والله وعليه طرق غير متوقعه. المهم مكتب التحقيقات الفيدرالي جه علشان يحقق مع ستيفن، بس للاسف ما لقاهوش. فسالوا عليه اداره مركز الرعايه وبلغوهم بالمكالمه اللي جت من المكتب عندهم واللي بسببها كمان سيبناه يمشي. فاستغرب كل عملاء مكتب التحقيقات ان مفيش حاجه زي دي حصلت. فهم بيفتشوا في الغرفه اللي كان محجوز فيها ستيفن ما لقوش في الغرفه حاجه منه غير رخصه القياده بتاعته اللي عليها صورته، وبكده اكدوا ان هو لسه في دالاس. المهم ان تيري وفريقه بسرعه ابتدوا البحث عن ستيفن قبل ما يهرب من المدينه، ومن خلال التحقيقات مع كل الاشخاص اللي قابلهم ستيفن وكان بينفذ عليهم خطه نصب جديده من بتوعه، وكان باعت لهم شويه مستندات مزوره على الفاكس. والحركه دي بقى اللي قربت المسافات جدا للمحققين علشان يقبضوا على ستيفن، لانهم تتبعوا رقم الفاكس اللي بعت منه ستيفن المستندات، وبكده قدروا يحددوا موقع ستيفن بالتحديد في المدينه. وطلب تيري من قسم الشرطه المحلي دعم يكون موجودين معاه في المنطقه اللي موجود فيها ستيفن، وفضلوا يراقبوا مكان الفاكس وعندهم يقين
عارفين ان ستيفن هيجي يستخدمه، ولكن اختلف الوضع، وقبل ما يستخدم ستيفن الفاكس الشرطة المحلية شافته ماشي في الشارع واتعرفت عليه، وتم القبض على ستيفن للمرة الرابعة. وبسبب الإحراج الكبير اللي سببه ستيفن للسلطات في تكساس قرروا انهم يعملوا منه عبرة وادوله احكام قاسية جدا، واتحكم على ستيفن بالسجن لمدة 144 سنة مع عدم وجود فرصة للإفراج المشروط، واتسجن في أعلى وحدة أمنية. الوحدة دي مخصصة لأخطر القتلة والمجرمين، مع ان قضية ستيفن ما كانش فيها أي عنف من أي نوع. في السجن ده بيقضي السجين 23 ساعة داخل سجن انفرادي، وساعة واحدة بس اللي بياخدها اللعب الرياضة والنظافة الشخصية، وده كله بيحصل تحت مراقبة شديدة جدا. ولحد يومنا هذا ستيفن موجود في السجن ده، ودي النهاية بتاعت ستيفن وكمان نهاية قصتنا. يا رب تكون عجبتكم، وشكرا ليكم على المشاهدة، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وسلام. عدادي قفلت والدنيا مشبرة، بصوب واصيب صح والدنيا مكبرة، بصدق احساسي وببلوك الشوشرة، فكرتي جوهرة المانجا بيطلع